بص، انا عارف انك كنت زهقان من كولر جدا، ويمكن كنت شايف ان التشكيلة اللي بدأ بيها ماتش سان داونز مش احسن حاجة، وانك ما كنتش متفائل خالص قبل الماتش، خصوصا واحنا رايحين على ملعب طلع علينا عقدة على مدار السنوات اللي فاتت. بس تعالى هنا، كنت فعلا متوقع ان الاهلي هيقدم الاداء ده؟ كنت متخيل ان الفريق هينزل بالتركيز والانضباط ده ويطلع من بروتيريا بالتعادل قدام فريق بيكسب اي حد على ملعبه؟ كنت مصدق اننا هنشوف الاهلي متماسك كده دفاعيا وكل لعبه محسوب وكل لاعب واقف في مكانه بيقاتل على كل كورة. دي اول مرة من زمان الاهلي يقدم ماتش مثالي دفاعيا قدام سان داونز. الفريق ده كان بيحرجنا دايما على ملعبه. الاهلي النهارده كان قريب جدا من الفوز، احرز هدفين واتحسبوا اوفسايد، وهدد مرمى سان داونز اكتر من مره، وكان ممكن جدا نخطف الفوز طبعا لو معانا شويه توفيق. ده غير ان كل اللعيبه كانوا رجاله بمعنى الكلمه، الالتزام، الرجوله، التركيز. ماتش كبير جدا يدرس، وكولر رغم كل شيء لازم يتحسب ليه التنظيم ده. بس مشكلتي مع كولر وهي تاخير التغييرات. كان ممكن ان احنا نشوف تغييرات بدري شويه، بس لو جيت للحق هو كان منظم دفاعيا برضه، فكان ممكن يغير لعيب واللعيب ده يسرح فيتخطف في هدف، ونقول ساعتها انت غيرت اللعيب ده ليه. عشان كده كولر اتاخر في التغييرات. بس انا كنت شايف لو اشرف بن شرقي نزل بدري شويه مع امام قدام، مع فتح المساحات اللي فتحوها سان داونز في الخلف، كان ممكن ان احنا نخطف هدف. بس الحمد لله تعادل كويس جدا. بس اللي انا عايز اقوله لك ان الفريق ده صعب جدا خارج ملعبه، وعنده تنظيم دفاعي خارج ارضه كويس جدا، واللي شاف ماتش الترجي هيعرف كده كويس. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.